مساء الخير، انا احمد عز ودي مستشفى الاوبل. النهارده جايب لكم عرض مش هيتكرر تاني ومش هتشوفه تاني. النهارده بفضل الله جايب لكم زيت موتور، فلتر زيت موتور، فلتر هواء، فلتر تكييف كربون. كل ده ب 3000 جنيه بالنسبه للعربيه الاصفر وبالنسبه للعربيه الكروز، وبالنسبه للانسانيا فده هيعمل 3100 جنيه بس. العرض ده لفتره قليله جدا 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 قدرنا ان احنا نوفر لكم زيوت ليكومولي، المواصفه اللي هي التوب تك 4100. المواصفه دي المناسبه لعربياتنا بالنسبه للاوبل او الشيفروليه، وكذلك قدرنا نوفر الجي ام. جي ام واخد المواصفه 5W30 ديكسوس 1 جنريشن 3. دي المواصفه دي برضو الخاصه بالعربيات الاوبل والخاصه بالعربيات ال 1400 التربو. وبمناسبه ال 1400 التربو فاحنا معانا النهارده حاله من الحالات اللي صاحبها يعني مش عارف كان بيعمل فيها ايه بصراحه. بيحط لها زيت موتور ولا كان بيحط لها زيت خروع ولا كان بيحط لها زيت صابون، الله اعلم هو كان بيحط لها زيت ايه. عموما يعني الراجل ده وصل لليفل ان هو كسر الموتور وبقى عنده بستمين متكسرين وجايين بيها بتفرفر، حرفيا بتفرفر. طالعين النهارده نقول لك خد بالك عشان الموتور بتاعك ما يفرفرش منك. ال 1400 تربو حرفيا هي بتتلك. ال 1400 تربو المكن اللي بيجي من بره استعمال الخارج جاي فيه مشاكل. ال 1400 تربو حافظ عليها بعد اذنك بالصيانات الدوريه، بالزيت بتاع العربيه حافظ عليها، ما يكونش عندك مشكله ببال في غطا التكيهات وتطنش وتمشي. اي حاجه في ال 1400 تربو بعد اذنك يعني بالبلدي كده الفصيح بتاعنا دي ابو لمس، هي كده بتكسر. خد بالك بقى ال 1400 تربو راكبه عندنا في عربياتنا موكا، ماريفا، استرا من اول 2019. اختها صغنونه شويه هي ال 1400 العاديه اللي راكبه عندنا في الكورسا دي وفي الكورسا اي. كل دول فيهم نفس المشاكل اللي احنا بنتكلم عنها النهارده، الا وهي مشكله حضرتك ما تستناش على الزيت، ما تحطش مواصفه زيت مش بتاعه العربيه، ما تحطش اي زيت وخلاص. الزيوت بتاعتنا اللي هي المحليه الصنع، مش لازم نقول اسماء بالظبط، الزيوت المحليه الصنع ما بتوفرش المواصفه بتاعتنا المطلوبه الا في التوكيد، الا يعني حاجات صغنطوطه كده ممكن تعدي كده من حته كده من حته كده. انما لو عايز فعلا المظبوط روح يا فندم للزيوت المستورده والفرق مش كبير. روح لبراند محترم زي الليكومولي، هيديك فعلا افشنسي محترمه جدا، هيديك اداء في الانجن محترم جدا جدا جدا، هيحافظ لك على الموتور بتاعك وهيحافظ لك على العربيه بتاعتك من غير اي مشاكل. بعد اذنك لما يكون عندك اي برجله في الموتور، حاسس باي اختلاف في الموتور، الموتور بقى عندك مش ستيبل، كل الكلام ده لازم تاخد بالك من اي صوت موجود عندك في المكنه، عشان لو في مشكله في بال في غطا التكيهات تلحقه بسرعه قبل ما يخلي المواصفه بتاعت الزيت ما تبقاش موجوده، لان الزيوت بتاعتنا ما بتشتغلش على اتموسفيريك بريشر، فبالتالي اول ما بال في غطا التكيهات بيبوظ اتموسفيريك بريشر بيبقى الانجن في الاتموسفيريك بريشر، ودي مش مواصفه بالنسبه للزيت او مش دي الكونديشنز اللي بيشتغل عندها الزيت بتاعنا، وبالتالي بيبتدي الزيت ما يلحقش ان هو يزيت الموتور بتاعه او يعمل المطلوب منه بالنسبه للموتور. بالتالي بيحصل عندنا المشاكل اللي هي بتاعت بيست متكسر، شميز حصل فيه بالبلدي كده بنقول مسلخ، كرنك اتاكل، سيبيكه اتاكلت، كل الكلام ده بيحصل نتيجه المواصفه الغلط بتاعت الزيت. الموكا دي حرفيا كان جايه لنا فيها بلاوي بسبب موضوع الزيوت. كان لازم نطلع نقول لكم بعد اذنكم اختار الزيت المواصفه بتاعت العربيه، اختار الزيت المناسب لعربيتك، اختار البراند بتاع الزيت اللي يدي لك اداء محترم، اللي يدي لك فعلا تزييت محترم للموتور. سيبك من الزيوت المحلات الصنع، والله سيئه. خليك في المستورد، المستورد احسن بكتير، افضل بكتير، فرق السعر مش كبير، حافظ على موتورك. احنا عاملين لك عرض فعلا مش هيتكرر، وبفضل الله هيبقى عندنا عروض بعد كده غير الزيت والفلتر، كمان هيبقى عندنا عروض على الاتيال، على الطرابير ان شاء الله. استنوا مننا كل جديد مستشفى الاوبل باذن الله. وما تنسوش اللايك للصفحه بتاعتنا على الفيسبوك مستشفى الاوبل احمد عز بالعربي، سبسكرايب للقناه بتاعتنا على اليوتيوب مستشفى الاوبل احمد عز. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.